المرجو الانضمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم حلوى من الحلويات البسيطة والسهلة وبدون فرن. نبدأ على بركة الله. لدينا 400 جرام من جوز الهند أو كوكو المطحون، وعلبة الحليب مركز المحلى، ونكهة الفراولة، ونكهة الليمون، ونكهة الفستق. أضيف حليب مركز محلى إلى الجوز الهند حتى أحصل على خليط متماسك. ثم أقوم بتقسيم العجين إلى 3 كويرات متساوية. أضيف إلى كل كويرة نكهة، ملعقة صغيرة من نكهة الفراولة، وملعقة صغيرة من نكهة الفستق، وملعقة صغيرة من نكهة الليمون، وللتزيين أحتاج إلى السكر الخشن وإلى قالب حلوى على هذا الشكل أو أي قالب تتوفرون عليه في البيت، ثم الشوكولاتة. ثم أبدأ بتشكيل العجين على شكل كويرات، وأمررها في السكر الخشن، ثم أزينها بقالب الحلوى. ثم أزين الحلوى بالشوكولاتة البيضاء والسوداء. هذا هو الشكل النهائي للحلوى. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. لمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم طبخ سهل وبسيط بالضغط على الدائرة التي تظهر على الشاشة الآن، ولا تنسوا مشاهدة فيديوهاتنا السابقة، وشكرا لكم.